خلاص يعني نطبقوا البالو هذا ثقيل جدا اللي عند المنتخب الجزائري يكفينا، لانه عندنا لاعبين كبار. يعني اذا ما قدرناش نفوزوا على الاردن خلاص يعني نطبقوا البالو هذا خلاص. علاش كوتش الاردن لهالدرجه؟ الاردن منتخب مونديالي. انا نعرف المنتخب بس ما يوصل لمستوى الجزائر. ما تقدرش توصل الاردن لمستوى الجزائر. الجزائر فيها الاردن حبسوا البالون. نحبسوه خلاص، ما نزلوش نلعبوا البالون. كانت المنتخب الأردني من قبل مدرب جزائري طلع في تصريح وحكى فيه بكل بساطة: إذا ما فزنا على المنتخب الأردني راح نعتزل كرة القدم. بالبداية لازم لاعبين المنتخب يأخذوا هذا التصريح بعين الاعتبار، لأنه راح يعطيهم حافز في أرضية الملعب. كلنا شفنا المنتخب كان يتعرض لهجوم بكأس آسيا من بعض المحللين، وكانوا يطلقوا عليه مصطلح منتخب الصدفة، وهذا الاشي كان يرفع ادائهم في ارضية الملعب. بتوقع مش من مصلحة اي منتخب يطلع بتصريحات يقلل فيها من احترامه للمنتخب الاردني، لانه مستوى اللاعبين راح يتغير في الملعب. مدرب المنتخب الجزائري بيحكي اذا قلنا نفوز عليه خلاص خليني اعتزل. بيفكر انه المنتخب الاردني محطة عبور بكأس العالم. كل حب والاحترام للشعب الجزائري، لكن يا منتخب الجزائر يوم كأس العالم راح تندم. انا بستنى مباراة